للأسف انت مش عارف الوقت اللي متبقي لك قد ايه. اللي راح راح، الماضي خلص بوجعه، بألمه، بفراقه، بناس ما طلعتش شبهنا، بشغل اتساب، بخسارة مادية، خسارة حد كان عزيز جدا عليا، وفاة شخص. خلصت. كل تفكيرك في الماضي، والوقت ما بيقفش. الوقت مش هنعرف نجيبه تاني، الوقت بيخلص. فانت مش عارف انت هنا متبقي لك قد ايه، واللي فات انا هعيش قده تاني او لا. لو فضلت مركز على اللي فات، مستقبلك واللي انت عايشه النهاردة هيبقى زي الماضي بالظبط. لانه انا مركز على حاجة راحت، مركز على حاجة انتهت. كلنا تعرضنا لصدمات، كلنا اتألمنا، في اللي اتساب، في اللي اتطلق، مريت بحاجات صعبة، حاجات محدش عدى بيها، عدت، خلصت. اللي راح راح. اقسم لك بالله انت هتفضل مش شايف الحقيقة، حتى لو الحقيقة قصاد عينيك، لانك تايه، والتايه دايما بيختار غلط، لانه مش عارف هو رايح فين او جاي منين. لو ضيعت وقتك في اللي فات، انت مش عارف اللي جاي فيه وقت قد ايه. ندمان، زعلان، مش مئز من نفسك، راجع حساباتك. كلنا بنغلط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد كرمنا بني آدم. لو ذنوبك كانت كتير، غلطت كتير قوي ومش مسامح نفسك، افتكر ربنا سبحانه وتعالى بيقولك يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. سيبه في حاله وعيش ابن النهاردة. اللي هيبقى بكرة، اللي هيبقى بتاع امبارح برضه هيبقى ماضي. ركز في اللي في ايدك، واسعى انك تكون سعيد عشان خاطر نفسك، مش عشان خاطر اي حد. سيب اللي فات وشوف اتعلمت منه ايه وغيرك لايه، لان استحالة حاجة تدخل حياتك بدون سبب ليك انت، كارت تشافي لوجودك انت في الحياة. استحالة يكون ألم ووجع بس، في حاجات كتيرة قوي ادهالي الشخص ده او ادتهالي الانسانة دي علشان اكون ابن النهاردة. ركز في ده وسيبه في حاله. الوقت بيعدي وما بيوقفش.